فضيحة اخلاقية لطارق يحيى. اقسم بالله الفيديو اللي هوريه لكم ده فعلا فضيحة اخلاقية لطارق يحيى. هنسمع طارق يحيى، وكمان معذرة يا جماعة على الالفاظ اللي هتسمعوها في الفيديوهات اللي انا جايبها، لان انا جايب لك فيديوهات وردا على طارق يحيى والكلام اللي بيقوله، وعايز اثبت لك ان الناس ديت يعني عايز يجيب نملة بحجم فيل، عايز يجيب ثغرة، يعني انت بتغلط غلطة نملة زي غلطة فيل. انا هوصل لك وهجيب لك كل حاجة، بس انا عايز اتأسف للناس على الالفاظ اللي هتسمعوها من لعيبة نادي الزمالك في الفيديو ده. اسمع طارق يحيى وبعدين هنرجع نرد عليه تاني. يلا بينا. لازم يتعاقب، لكن نقعد اكتر من شهر ونص نناقش العقوبة؟ فهمونا بس يا جماعة. استنينا العقوبات تطلع برضو مفيش، ود من طين ود من عجين، مفيش لغاية لما اللاعب شارك في نهائي الكاس وسجل وفريقه خد البطولة. بعد كده بدأ التسريبات. شوفوا خلي بالكم، تسريب العقوبات مش اعلان العقوبات يا جماعة. في ايه؟ تسريب عقوبات. إيه؟ طب احنا ما بنعلنش العقوبات صراحة ليه؟ وبنخاف نطلعها ليه؟ ما في مواقع رسمية يا جماعة لكل الناس المسؤولين نطلع عليها، نطلع العقوبات عليها. احنا خايفين من ايه؟ طيب انا بقى هسأل اسئلة هنا. هو ليه لاعب، انا بسأل سؤال بقى اهو، حد عايز يجاوبني، ليه لاعب يخرج عن النص وبعد 24 ساعة يتم عقابه وتعلن العقوبة على الملأ اللي هو امام عاشور؟ تمام، تعظيم سلام، اللعيب غلط خلاص، واحنا غلطنا على امام عاشور هنا، غلط ماشي، ياخد عقوبة حتى لو من نادي الزمالك. طب ليه لاعب تاني يعمل نفس العمل بل اكتر من كده وما تعلنش العقوبة الا بعد شهرين او شهر ونص؟ ليه؟ بسأل، انا بسأل سؤال. ده حتى بعد الشهرين في لغط، في تضارب لسه. يعني هل العقوبة وقعت؟ هل لجنة الانضباط بعتت للاهلي، بعتت لاتحاد الكورة؟ هل العقوبة تمت بالفعل؟ ما احنا مش عارفين والله. انا قاعد في البيت امبارح واول بقرا الاحداث كده، مش لاقي اي اجابه. انا مش لاقي اجابه. طب هل لجنه الانضباط دي اعلنت العقوبه؟ هل تم ايقاف اللاعب؟ طب في حاجه تانية، ده في بقى الاسخم يعني، او الاكتر يعني استغرابا واستعجابا، يعني ان قال لك ايه الاستئناف. طب هل الاستئناف، انا بسال بقى، هل الاستئناف على حكم لجنه الانضباط بيوقف العقوبه؟ هل ده موجود؟ طيب اذا كان ده موجود او مش موجود، طب ليه في عقوبة امام عاشور الاستئناف قالوا لا يوقف العقوبة؟ لا، قالوا يوقف العقوبة، الاستئناف يوقف العقوبة، وفي لاعب اخر لا يوقف العقوبة. حاجة غريبة جدا. بعد ما سمعنا طارق يحيى يا رجاله والرد عليه، انا عايز اوصل لك بس يا كابتن طارق، والكلام اللي انت بتقوله، كل الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني انت بتتكلم اول حاجة عن تسريب العقوبة. ليه ما غلطتش تسريب العقوبة؟ تسريب العقوبة كده غلط، تسريب العقوبة غلط. معنى كده ان في حاجة متفق عليها قبل ما العقوبة تتحط، في حاجة متفق عليها من لجنة انضباط، من اتحاد كورة، ايا كان بقى، قبل ما العقوبة تنحط. طب ماشي، انت خلاص قلت العقوبة، طب ليه بتقول ان امام عاشور بيتعمل او بيتحط عليه ايقاف بعد الخطأ بتاعه بيوم واحد؟ لانه خطأ فادح، خطأ فادح. اقسم بالله الخطأ الفادح ده انا هسمعه لكم. طب تعالى نسمع الفيديو بتاع امام عاشور وهنرجع نرد عليه تاني. بس معذرة يا جماعة على اللي انتوا هتسمعوه، عشان والله انا كان لازم، اقسم بالله غصب عني بس لازم اجيبه، غصب عني بس لازم اجيبه، عشان خاطر ده يعني انفلات اخلاقي، وكنت لازم اجيبه وارد عليه بيه، عشان خاطر يعني ايه جاب ده لده، ايه جاب واقعة كهرباء لواقعة امام عاشور. نسمع فيديو امام عاشور ونرجع نرد عليه تاني. يلا بينا. نضحك عليكم، احنا الزمالك.
طبعا يا جماعه الفيديو بيوضح كل حاجه، انا مش محتاج ان انا اقول لك اي حاجه، واسمح لي اقول لك كلمه يا كابتن طارق. انا عايز اوصل لك بس حاجه، والله العظيم يا جماعه احترموا عقول الزملكاويه، احترموا عقول الناس مشجعين الزمالك اللي بيقعدوا قدام قناه نادي الزمالك، احترموا عقولهم، لان الناس ديت ناس محترمه وناس بتفهم وناس واعيه وناس مدركه انتوا بتقولوا ايه. فلك ان تتخيل انك تقارن ده بده وتقارن واقعة شيكابالا بده. يعني انت الراجل ده اصلا خد 8 مباريات، يعني امام عاشور ده خد 8 مباريات، خد في بالك خد 8 مباريات في الشتيمه دي. وحركه شيكابالا ده انت لسه، ده انت بص بقى الحركه اللي هيعملها شيكابالا، بص الحركه. اسمع انا جايب لك فيديو برضك شيكابالا، نسمع فيديو شيكابالا عشان خاطر الفيديو ده يعني جنني. بس معذرة يا جماعة برضك، معذرة على الفيديو ده، يعني انا والله بتأسف لكم عشان خاطر انا حبيت بس اوضح حقائق واثبت له ان هما الناس دي مغيبة عقليا، الناس دي مغيبة اقسم بالله مغيبين. تعال نسمع فيديو شيكابالا ونرجع نرد عليه تاني، يلا بينا. اظن كده وضح كل حاجه يا كابتن طارق، ايجاب ده لده، ايجاب الحركه اللي عملها شيكابالا دي لحركه كهربا، ايجاب اللي عمل امام عاشور للي عمله كهربا. شوف الكلام وشوف الالفاظ اللي اتقالت وشوف الحركه الاخلاقيه والانفلات الاخلاقي من لعيبه نادي الزمالك، وترجع تقول لي ايقاف. مجرد ان واحد بيقول حطه صح، ممكن تكون نيته كده، الله اعلم. بس اللي في الموضوع ان هو ما جابش سيره الزمالك، بيقول كهربا حطه صح، بقى كهربا عقده صح، كهربا حطه صح. المهم ان هو ما قالش يعني ما قالش اي لفظ غير اخلاقي، الراجل ما قالش اي لفظ غير اخلاقي. يا جماعه احترموا عقول الناس، يا جماعه احترموا عقول المشجعين. الناس دي لازم يكون عندها وعي كافي. اتحاد الكوره واللجنه الانضباط واللي حصل ده كله ما عندهمش اي وعي باللي حصل، بما يرضي الله ما عندهمش اي وعي باللي حصل. لما ناس تحكم على واحد مجرد نية او واحد مجرد كلام، يعني معنى كده بقى واحد حطه صح ياخد 12 مباراة ومش عارف ايه، والكلام والتلفظ ما كانش منه، هو كان بيشجع مع الجمهور ويقول ايه كهربا حطه صح، اوف كهربا حطه صح. هي اي نعم اوف ديت وحشة، او مثلا كلمة وحشة المفروض ياخد عليها عقوبة. انا معاك الكلمة دي ياخد عليها عقوبة، انها ما تتقالش في المدرجات بعيدا عن الزمالك او اي حاجة، بس هي مش لدرجة انها 12 ماتش وكلام من ده، ماتش 2. انما توقفوا 12 ماتش ومليون جنيه، ده مفيش اصلا في اللوائح والقوانين 12 ماتش وغرامة. يعني حتى لو انت في اللوائح والقوانين في لحد 8 مباريات، وفي لو انت خدت الفلوس بتاخد غرامة لحد 500,000. فلك ان تتخيل ان كل ده بيحصل في الكرة المصرية. يا جماعة لازم الكرة تدار باتجاه واحد. اتجاه واحد ازاي؟ انا بعمل مسابقة او بعمل مسابقة دوري، بحط لوائح وقوانين في لجنة انضباط تكون تابعة لاتحاد الكرة. اتحاد الكرة بيحط لائحة، اللاعب اللي هيغلط هيتحصل فيه كذا، في لوائح وقوانين، في كذا 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 كذا، والناس دي بتتدارك الامر وتعرف كل حاجة وكل الصواب والخطأ، وبيتم معاقبة الجميع. اي حد غلط سواء اكبر نادي سواء اصغر نادي بيتعاقب، مفيش اي مشكلة، وانا ما عنديش مشكلة مع الكلام ده كله. انما الناس اللي بتطلع تطبل دي وتقول ده وتقارن ده بده، انت عامل زي اللي بيقارن السماء يعني بالارض. شكرا لكل الناس، ما تنساش متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك، وما تنساش تتابعنا كمان على اليوتيوب. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.